السلام عليكم أزو الفلاون، مرحبا بكم في فضائي فضاء سام سبور، الفضاء الخاص بكرة القدم. كما جات العادة ولكن شفتوا في عنوان الحصة فريد معطاوي يقصف ولا يبالي، وخاصة ببلاغة وبأسلوب راقي جدا. شكون قصف؟ هضر على حسين جناد والأكتوبة اللي بداها هو، وين هضر على موندريا قال لك ان الناخب الوطني السابق جابوا من درجه ثالثه، الشيء اللي عاود خذاه بلاطو تاع الهداف وعاود قال نفس الشيء، نفس الاكتوبه، نفس تكرر. وهنا هذا سي ان ميساج الحافظ الراجي اللي قال لك وسائل التواصل الاجتماعي. هاو علاش كاين مصداقيه؟ لان بلاطوات كيما ليا كنت رئيس التحرير تاعهم، انت اللي تقولهم واش يقولوش ما يقولوش، شرفاء صحفيين شرفاء كيما فريد معطاوي راهم يردوا ويرجعوا الحقيقه لبلاصتها، كيما داروا وسائل التواصل الاجتماعي وين يحطوا ويخرجوا بالدليل والحجه. روحوا اسمعوا فريد معطاوي والرد تاعو. البعض يا عماد ذهب إلى أكثر من ذلك وتساءل كيف نستقدم حارس من الدرجة الثانية الإسبانية. جرت العادة يا عماد أن استقدمنا عشرات اللاعبين من الدرجات الثانية الفرنسية. لماذا لم نتكلم ساعتها عن الكثير من اللاعبين الذين استقدمناهم من تلك الدرجة؟ المغالطات يا عماد امتدت إلى أن البعض قال لك بأن موندريا استقدمناه من الدرجة الثالثة. دعونا لنرحل من هذا الكون وقولوا ما شئتم. والله غير صح، والله الكذب بعينه، خلوهم ما يكونوش هناك، روحوا من الكون. سبحان الله العظيم، سيك المغالطه يقولها الوتش الجمال مسعودان وكل المشاهدين يقولها حسين جناد، ومن بعد 3 جور ابري نفس الاعلام، نفس اللي عندهم رئيس تحرير واحد اللي هو حافظ الراجي يعاودوا يقولوا لا ميم شوز. من اين استقدمنا موندريا؟ استقدمناه كاحسن حارس في الدرجة الثانية الإسبانية من كون يا عماد، فرنسية. ولم يكن أبدا موندريا ينتمي إلى فريق من القسم الثالث إلا مؤخرا عندما سقط فريقه. سقط بيتكوفيتش قال لك أنا مش ممكن يكون لاعب من الدرجة الثالثة. أذكرك يا موندريا رد على هنا اللي غلطوا الناس اللي بيتكوفيتش في الندوة الصحفية تاعو الأخرانية قبل المباراة تاعنا في ضد غينيا وضد اللي لعبناهم تصفيات كاس العالم، تما اللي يهدر على لو شوا الاختيار تاع موندريا، قالك انا ما نجيبش حارس ولا ما نجيبش لاعب ينشط في الدرجه الثالثه. وهنا راح يقول حقيقه تاريخيه، يقول فريد معطاوي ويعطي لك واش كان يتوسم قبل، لعل دول الالباب بالك الناس اللي نسات يتفكر ذكرى تنفع المؤمنين. أذكرك يا عماد لنقارن لوكا وهو ينتمي إلى الدرجة الثانية الإسبانية، أو بن رحمة وهو ينتمي إلى الدرجة الثانية السعودية. من الأفضل يا عماد؟ الدرجة الثانية السعودية يلو أو الدرجة الثانية الإسبانية؟ دعوكم من هذه المغالطات. الدرجة الثانية الإسبانية فيها أندية مرموقة، دعوكم من هذه المغالطات. هذا ثانيا. ثالثا أذكر يا عماد بضعاف هذه الذكرى هذه كان بزاف الناس ناساتها، والأسبوع كان فريد نحيوه. الذاكرة الذين ربما لا يلتهمون السمك والحوت. شوف يا عماد، حارس المنتخب الوطني الجزائري رايس مبولحي لما بعده ماجر من المنتخب الوطني الجزائري، ولما أتى بالماضي وجد مبولحي في الدرجة الثانية السعودية ناصر فيصل، طالبه بالماضي بضرورة البحث عن فريق في الدرجة الأولى سواء السعودية أو القطرية أو فريق خليجي لكي يعيده إلى المنتخب الوطني الجزائري، وهو ما كان. هذا دليل على أن الانتماء إلى الدرجة الثانية الخليجية كانت يعني من المحرمات في المنتخب الوطني الجزائري. جامي جاب الناخب السابق جواب الماضي لاعب في السعودية بدرجة ثانية، يعني البطولات اللي هي ديجا نقولوا روشن راهي ديجا البطوله الاولى، ولكن الدرجه الثانيه ما كانش يجي من تما. التحاقه بشباب بالوزداد لم يحصل على فرصه المشاركه في كاس افريقيا الماضيه. لذلك يا عماد لوكا هو حارس جزائري غير جنسيته الرياضيه بطلب من الاتحاديه حتى يمكنونه من الالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري.
سوف نجرب هذا الحارس إذا ما أعطى الإضافة التي نرجوها منه، مرحبا بلوكا وبغير لوكا. إذا لم يكن في المستوى ليبعد لوكا مثلما أبعدنا الكثير من اللاعبين الذين أتينا بهم جربناهم ولم يعطوا تلك الإضافة. دونك حنا هنا سا جوان واش كنا نقولوا على الانتداب تاع لوكا زيدان. الشخص ما عندناش معه مشكل، ولكن ان في الاعلام تداول ان هذا الحارس جبناه باسكو كنتو ديجا من قبل جيبوا حراس من درجه ثالثه، يعني هذا ولا غير عيب وافتراء وكذب. علاش تكذبوا تزيفوا الحقيقه؟ اوريزمون قلنا الصحافه ماشي كاع الصحافه كيف كيف، المغالطه والاعلام ماروش كاع مغالط كيف كيف، ولكن اوريزمون كان هكذا اعلاميين صحفيين اللي يعاودوا كما يقولوا يغمت لي بوندولارور، يعاودوا يحطوا الساعه في بلاصتها ويعاودوا يحطوا ويذكروا اولي الالباب لعل بالك الذكرى تنفعهم. وهنا نعاودوا مازال فريد يتحدث على التهميش الفريق الوطني والشيء اللي نادينا عليه احنا، قلنا ما لازمش يجي لوكا واللي تكون عنده يعني الشرعيه الاسميه على اسم زيدان. أذكرك أيضا بأن بنزيما حضر إلى مباراة بنيلسون مونديلا وانهزمنا فيها شر هزيمة مع غينيا. يا عماد، الكرة تجري في المستطيل الأخضر، المهندس اسمه بيتكوفيتش، على بيتكوفيتش أن يحسن من أوضاع أداء المنتخب الوطني الجزائري في المستطيل الأخضر. عدا ذلك يا عماد كل هذه مسكنات لا تغني ولا تسمن من جوع. وأنا أترفع يا عماد عن التوقف عند الهالة الإعلامية التي شغلنا بها الرأي العام الجزائري عبر البلاطوهات، مختلف البلاطوهات، وهم يتحدثون بلا اعتدال وبلا وسطية على استقدام لوكا زيدان. لوكا هنا هدرت عليها ديجا الفيديو وين تناول الإعلامي ولا الفيدرالية الجزائرية كرة القدم كي لونسات وخرج الخبر هذا حطته حتى في الصفحه تاعها لاول مره انها تحط كي غير اللاعب الجنسيه تاعو، جاء في وسط وين كان الشارع وكانوا حتى بلاطوات وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي كان يعني الشغل الشاغل والهضره كانت بزاف كبيره على بيتكوفيتش والخيارات. دونك من نهار قالوا لوكا زيدان انتدبوه اوب دارت ونهضروا الهضره على لوكا وتناسينا كما قال لك هو مسكن باش يعني سكوت وتبدل الباجا وتخليهم ترونكيل بارابور هما يعطوك تلتها بهذه تاع لوكا زيدان وراو جبابه مليكه وسعيده واسماعيل وكذا كما راهو يقول حافظ راجي كما يعطي كامل هما كاع ما يتبعوه. زيدان جزائري خاض يعني مسيرته الرياضية مع المنتخب الفرنسي في الأصناف الصغرى، وصل إلى سن معينة تأكد بأن لا حظوظ له في المشاركة مع الديكا مثل الكثير من اللاعبين الذين استقدمناهم قبله يعني. كثيرة. لذلك علينا أن نتعامل مع هذه المعلومة بوسطية واعتدال. المنتخب الوطني الجزائري تأكد يا عماد لو استقدمنا لوكا وكان في مستوى مبولحي سوف لن نحسن من أداء المنتخب بحارس قوي اسمه لوكا أو بحارس ضعيف لن يضيف الشيء الكثير. مشكلة المنتخب الوطني الجزائري اليوم ليس في الحارس فقط، هو في الحارس وفي الدفاع وفي وسط الميدان وفي الهجوم وفي الدكة وفي الفندق مثل ما قلت لك. اليوم مشاكل المنتخب الوطني الجزائري تتعدد وتتنوع وكلها يعني في منحى تنازلي. هنا فريد عنده الحق، لأن المسكن هذا تاع لوكا زيدان غطى على أمور كثيرة. يعني ديجا تناسينا المشكل ديجا اللي طفى وخرج هكذا على وسائل التواصل الاجتماعي وين شفنا بلي ستوري كومبوزي كما يقولوا بين يوسف بلايلي وبالرحمة. يعني كاين مشاكل ليست الا حارس المرمى يدخل في منظومه دفاعيه تدخل مع منظومه تاع وسط الميدان، البلوك با بلوك او التركيبه تاعك، التوظيف تاع اللاعبين، هذا الشيء كامل الناس ولا كيما قلت النقاش الحق حتى ما هي امكانيه بيتكوفيتش انه يقود القائمه تاع الفريق تاع الوطني تاعنا ولا انه يكومبوزي ليكيب ولا حتى ولا سماوه الشوط الثاني. حنشوفوا بعد فريد معطاوش راح يقول على قضيه الشوط الثاني والى هذا المدرب واش عنده امكانيات. الفيدراليه كيما نقول لك باللونسمون تاع العفسه تاع لوكا زيدان بلا وجاي دار النقاش وما لازمش نتناساو
حقيقة المرة تاع أن الأداء تاع الفريق الوطني تاعنا وما عندناش وحدنا وماشي فريق وحده، كل سبيسياليست اللي ما عندهم حتى حسابه حتى من الخارج يقول لك انهم في مباراة السويد تعتبر ناقوس الخطر. طق تم لي بان بلي الفريق تاعنا ما راهوش على ما يرام، والبيتكوفيتش ما راهوش في الطريق الصحيح. لذلك يا عماد علينا أن نناقش أمهات المواضيع. دعوكم من استخدام هذا اللاعب أو ذاك في هذا المنصب أو ذاك. المشكلة العامة اليوم في المنتخب الوطني الجزائري، عوض أن نتحدث يا عماد، وأنا كنت من الأوائل الذين تحدث على الحجرة التي يعانيها بوعناني، عوض أن نتحدث على أبنائنا الذين اختاروا المنتخب الوطني الجزائري في سن صغيرة. بوعناني كان قائد المنتخب الفرنسي الأولمبي، ذهب وغير جنسيته الرياضية بمحض إرادته والتحق بالخضر. يساوي الناس باللي بوعناني كان قائد الفريق الفرنسي اللي جاو هناك يلعبوا العاب البحر الابيض المتوسط، قائد الفريق العشرة حتى ولا في خبر كان معنا. بعد أن اكتسب تلك القوة في البوندسليغا، بوعناني تطور كثيرا وكثيرا وكثيرا يا عماد على المستوى البدني، ولم يعد بوعناني ذلك الطفل الهش. اليوم بوعناني يمتلك قوة بدنية خارقة في الميدان. عوض أن نتحدث عن هذه الأمور الجدية نذهب للحديث عن فخامة اللقب هذا اللاعب أو ذاك. دعوكم، مشكلة المنتخب الوطني يا عماد هي في توظيف اللاعبين الذين هم موجودون اليوم في القائمة. هنايا فريد يعني لخص كل شيء، وخاصة من المنظور الإعلامي بالتناول الإعلامي من قضية لوكا زيدان، واللي كان مراد بها جوست ديتورني لاتونسيون ويخفوا عليهم الضغط اللي كان، وسيتو اللي تفضح لانك حبيتو ولا كرهتو المنتخب تاعنا غينيا ما ربحناهاش، خسرنا معها في غير يكون انتاس، غير يكون مستوى يطلع شويه، ما ربحناهاش غينيا، خسرنا معها في الجزائر ودرنا معها تعادل في المغرب. نقدر ما نعتبروا عندنا دوميسيل المغرب واش الجزائر نفس المناخ نفس الشيء. ولكن في هذا السياق الناس تساءل اداء بيتكوفيتش والمرجعيه، وش هو المباراة المرجعية تاعو، ولا الناس تقول لك الشوط الثاني تاع المدرب معروف. الشوط الثاني سمعوا فريد واش يقول. خسرنا لقاء السد مع قاسامة وليس مع الكاميرون يا عماد، وسوف لن أتوقف عن التصدير حول هذه الملاحظة ما دمت حيا يا عماد. فيصل، وهذه اليوتيوب المعتمد على باله بها ذو رأي آخر. لا، أنا أحترم الرأي تاعه، لكن أنا أحترم كل الآراء وملزم باحترام. ما احنا نحترموا كاع الآراء، ولكن حاجة كي نقولوها راينا باللي في اللقاء المباراة الفاصلة تاعنا ضد الكاميرون خسرنا ضد قسامة لا غبار عليها، مام أداء اللاعبين راتيناتهم كل حاجة تأثر. اليوتيوب المعتمد على باش نهضر. أيوة آخرين. عندما نخسر يا عماد مع التحكيم، تأكد بأن أي مدرب يستطيع أن يدرس يعني فن التكتيك وفن المحاكاة المباراة، مثل ما يتحدثون اليوم على الشوط الثاني لبيتكوفيتش. أنا لم أسمع بأن بيتكوفيتش يتغلب على الحكام، يتغلب على الخصوم في الشوط الثاني. أما الحكام فذلك أمر آخر. ما الشيء الجديد في المنتخب بعماد أننا حسنا من أداء التحكيم الظالم مع المنتخب الوطني الجزائري في الآونة الأخيرة، وهذه نقطة تحسب للفيدرالية يا عماد، لأننا كنا نعاني ونعاني ونعاني. هنايا هذا كوفرون تاع ميسي، هذا ضربة الناس اللي تفهمها. ما وليناش نعانيو بالتحكيم دوك، الفيدرالية حسنت من هذا الشيء وليس بيتكوفيتش. هذا الناس لازم تفهموا بوكو تشوز من التحكيم، ومباراة الكاميرون هي أحسن مثال على ذلك. بالنسبة لما قاله ناصر يا عماد، ناصر يتوقف دائما عند مباراة الموزمبيق. أنا أيضا بودي أن أصحح، عندما نتحدث على مباراة مرجع علينا أن نتبارى مع خصم في المستوى، خصم ثقيل.
ونؤدي مباراة قوية من الناحية التكتيكية ونفوز، نقول ساعتها بأنها مباراة مرجع. الشوط الثاني أمام السويد يمكن اعتباره مرجعي. أما أن نتبارى مع منتخبات في متناولنا وانا مانيش داكور مع مقدم الحصه. الشوط الثاني مع مباراه السويد اللي ديجا ما لعبوش 3 جوار تاعهم برينسيبو، وفي الشوط الثاني خرجوا اللي بقاو ديجا خرجوهم، جا عطاو لك الفريق الثاني ولا الثالث تاعهم. من بعد الفريق هذا نفس الفريق في تصفيات الكأس العالم زون اوروب خسر ضد منتخب الكوسوفو، هذا المنتخب السويد من الاول. لا ماشي لعبنا مع الشوط الثاني كما قلتوا في الجو. تبارى مع منتخبات أقل شأنا منا في ترتيب الفيفا بفارق كبير، ونتحدث على مباراة مرجع، فأنا لا أوافق هذا الطرح. المباراة المرجع عندما نتبارى مع الأربع الذين يفوقوننا في ترتيب الفيفا، نؤدي معهم مباراة قوية تكتيكيا ونفوز في نهاية المطاف أداء ونتيجة. نقول هذه مباراة مرجع. في السابق يا عماد كانت لدينا عدة. هل راح توجعهم فريد؟ هنا راح تفكر حاجة ما يعجبونش بزاف الناس، ولكن الحقيقة تقال. وش يقول فريد دوكا؟ حقيقة تقال والناس تحب تخبيها ولا تحب تناسيها. مباريات مرجع تبارينا مع السنغال 3 مرات وفزنا عليها 3 مرات في عقر الديار وهي بطل إفريقيا، في داكار وهي بطل إفريقيا. تبارينا مع كولومبيا ربع نهائي في كأس العالم الذي لم ينهزم، وين هنا في فرنسا 3-0. مع القوي كيروش فزنا عليها بالأداء والنتيجة بثلاثية نظيفة وبأي أداء. كانت مباراة مرجع. تحدثت عن مباراة غانا قبيل كأس إفريقيا، كانت مباراة 3-0 ضد غانا في قطر. مرجع. فتعادلنا مع مصر أيضا مباراة مرجع، 2 مقابل 2 ومصر كانوا ب10. فزنا على نيجيريا مباراة مرجع. كانت هناك عدة لقاءات مع فرق قوية منتخبات قوية. فزنا على تونس في تونس، كانت مباراة. وراح تفوز على تونس اللي راهي من أول البلدان اللي راهي متأهلة لكأس العالم. تونس أول بلد مع أولين اللي تأهلوا لكأس العالم، فزنا عندهم في الديار. وعلى بالكمش معناتها الفريق التونسي مباراة مرجع. تعادلنا مع المكسيك، كانت مباراة مرجع. لدي قائمة طويلة عريضة من المنتخبات التي وقفنا. حب شئنا أم أبينا كما يقولوا. الناخب الوطني تاعنا السابق كنا نتباراو مع توجور الأندية البلدان الفرق الوطنية اللي تفوقنا مستوى. إفريقيا ربحناهم كاع، ما تلعبناش إلا ضد المغرب. كل الفرق مصر ماتش نول، السنغال بطل افريقيا ربحناهم في عقر الديار. كنا توجور نتباراو معاه ويكون عندك المرجع مع الفرق كيما هادو. امامها الند وفزنا عليها حتى. هذا اللي يخلي تصريح بيتكوفيتش يصب في واش قال سعدان اليوم. سعدان قال بيتكوفيتش لا يملك تجربه في القاره الافريقيه. ما فهمتونيش. بيتكوفيتش خليني نكمل. بيتكوفيتش واش قال لما قال النصر بوش قبل قليل؟ قال في الندوه الصحفيه، قال هذه مباراه مرجع. بيتكوفيتش ربما لا يدرك بانه في افريقيا لما تواجه منتخب كالموزمبيق وتفوز عليه بالاداء والنتيجه ماهوش مرجع كما راك تقول. هذا ليس شوف هذا ليس مبرر. بيتكوفيتش عندما تغيب عليه كل المعطيات يلتفت الى ترتيب الموزمبيق في ترتيب الفيفا، يدرك بانه منتخب ليس قوي يا عماد. انا لا اظن بان بيتكوفيتش تخفى عليه مثل هذه الحقائق الصغيره. لذلك نتحدث على مباريات مرجع عندما نتبارى مع كبار افريقيا. هذا ليس خطا بيتكوفيتش على فكره يا عماد. أكيد. انا لا الوم بيتكوفيتش لان القرعه اوقعته مع فرق اقل مستوى منه. فوالا خوتي، اكو سمعتوا البارح ليميسيون تاع فريد معطاوي وين اجاب كاع الناس اللي تهدر وتغرد خارج السر، اللي يقول لك لوكا زيدان جبناه لانه اضافه ماركتينغ ولا بيبليسيتير، ولا الاسم هذا بعد ما يداول يقول لك زين الدين زيدان راهو جا الجزائر ويجيب لا فامي تاعو تمنا، واحد تعطيو بالك الفرصه انه يكون تيتولار ولا فرصه الوغ كو لاعبين واحد اخرين ما عطاونهمش فرص.
والناس تقول لك زعيم الاشواط الثانيه الوغ ما هو ما عنده حتى مباراه مرجعيه، ولا حتى يقول ان الشوط مع ولا لقاء الموزمبيق ولا الشوط الثاني ضد السويد يرجع كم مرجع. الفريق تاعنا الوطني راهو في انحطاط وراهو في لا ديسونت. لو كان ما يكونش تغييرات وما يكونش حاجه جديده وتضخ ويتبدلوا لي مونطاليتي ماناش رايحين بعيد. سلام. Subscribe Sam Sports.